اولا التهريج اللي بيحصل على الفيسبوك لو مفيش موقف للدولة، انا بقول لك على بلدنا السلام. في دول كتيرة محترمة وقفت الكلام ده. هتعمل ايه الدولة؟ يعني في ناس يقول لك ازاي انت هتواجه هتقمع الناس ديت ولا ايه؟ يعني تعمل ايه عشان تواجه اللي على الفيسبوك اللي هو الفيسبوك ده معمول عشان انا عايز مثلا اعرف معلومات مثلا يعني معلومات عن المملكة العربية السعودية وازاي تأسست. مش عايز اشوف شتيمة في السعودية وشتيمة في مصر، قذرات طالعة. مش عايز اشوف ازاي تصنع القنابل. مش عايز اشوف الالحاد والكفر بالله سبحانه وتعالى. لا ده مبقاش فيسبوك، ده مجال ضرب. لكن انا طبعا مستني اسئلتك، لكن بقول الاخ سيد صالح اللي هو رئيس تحرير مصر اليوم قال في 100 شخصيه وقعوا بيان عشان تنفيذ حكم عمرو الشوكي. طب هنتكلم على لا ثانيه واحده بس لغايه ما نيجي نتكلم فيها. عايز راجل في ال 100 شخصيه بعد ما اتكلم يرد عليا كلام عشان بس يجهز نفسه. طيب عشان هيتكلم في القانون. احكام محكمه النقض يا سلام جنح فوق دماغنا، بس لما تكون احكام لولايه، يعني حضرتك يكون قاضي له ولايه هذا الحكم، تمام؟ عشان ما نفاجئهمش. انا عايز راجل في المية من اللي واجعين دماغنا وقرفنا بالشوك بتاعهم. وحضرتك طبعا هنشوف تاني الشوك في امريكا بيقول ده انقلاب، واحنا بقى برلمان الانقلاب عايز من الانقلاب بتاعنا ايه؟ احنا منقلبون. بس احنا منقلبون على ايه؟ منقلبون على أسوأ يوم في تاريخ مصر 25 يناير. وبقوله مش غير رأيي، لأن احنا لو احنا اعتبرنا 25 يناير ثورة بجد موجودة في الدستور. لو احنا اعتبرنا مين اللي عمل الدستور؟ مين اللي اختار ال50؟ مش البلدعي ولا حد غيره؟ مش مصطفى حجازي بتاعه؟ مش هو ده اللي اختاروا ال50 مع احترامي يعني ولا ايه؟ ما احنا عايزين نتكلم بقى بصراحة. مين اللي كان في اختيار؟ مين اللي قال ده يروح اللجنة بتاع ال50 بتاع الدستور؟ واتعمل دستور كله صدامات، كله صدامات بين السلطه التنفيذيه والتشريعيه والقضائيه ورئيس الجمهوريه هنتكلم في ده. لكن انا عايز اقوله انه لو 25 يناير دي ثوره حقيقيه انا موافق، خلاص هي ثوره. طب احنا شعبنا مش لاقي ياكل ليه؟ عشان ايام السيسي؟ لا، هو السيسي مستلم البلد ما فيهاش 12 مليار دولار، بس كان في 37 مليار دولار. ايه الثوره اللي اقتحم السجون وطلع الارهابيين والمجرمين وتجار المخدرات بره؟ ثوره ايه؟ ثوره مجرمين؟ ايه الثوره اللي حضرتك تخش تقتحم الاقسام وتولع في الاحراز وتسرق الاحراز وتولع في الاقسام كلها؟ ايه الثوره اللي في مدينه اكتوبر دي الناس كانت بتستغيث في التلفزيون الحقونا، الناس بتدخل تحتل بيوتنا الشقق بتاعتهم شققنا؟ هي دي الثوره؟ طب لما دي ثوره امال السيسي كان قائد ايه؟ 30 يوم جاي ليه؟ هو في ثوره يبقى القائد بتاعها محمد البلتاجي وايمن نور ومحمد مرسي وعصام سلطان؟ يا جماعه انتوا بتهرجوا. لما دول واسراء وكل دول لما دول كانوا ثوره. نعم. طب ما جابوهم خلاص بقى، عين ده وزير ودي وزيره واللي في السجن يطلع واللي هربان يجي. ثوره ايه وزفت الطين ايه؟ يا دي كانت مؤامره. في شباب طلع 28 يناير 25 28 طبعا دي الانتفاضه فرق من 25 ل 28. طبعا انا معترف بانتفاضه 28 يناير. الشباب والشابات اللي طلعوا علشان تزوير انتخابات